سامعين صوت القرمشه؟ تعالوا يلا بينا نعمل احلى سناك يدفي في البرد ده بمكونات سهله وبسيطه موجوده في كل بيت. ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. هنجيب راس توم ونقطعها نصين وانزل عليها بشويه زيت زيتون او زيت عادي او اي زيت متاح عندكم، ونلفها في ورق فويل وندخلها الفرن لمده 15 دقيقه عقبال ما نجهز باقي المكونات. هنجيب كام عود روزماري واقطفهم زي الملوخيه كده وابدا افرمهم بالسكينه بالشكل ده. بعد كده هبدا انزل بيهم على معلقتين زبده يكونوا طريين شويه في حراره الغرفه يعني، وهرس كله مع بعضه واركنها على جنب شويه. اجيب بقى العيش الفينو عندي واقطعه حلقات بالمقص بالشكل ده. كده التوم خلص، ابدا افصصه من القشر واحطه على الزبده واقلب كله مع بعضه. سخونيه التوم هتخلي الزبده سايله الى حد ما، وعليهم شويه ملح. انزل بقى على العيش اللي قطعته وارصهم في صينيه تكون بتدخل الفرن، ومش شرط ان هي تكون مدهونه من تحت ولا اي حاجه. وكنت عايز اعمل شويه سبايسي، حطيت على خلطه الزبده شويه هريسه وقلبت كله مع بعضه ونزلت على باقي العيش. هدخلهم في الفرن لمدة 10 أو 15 دقيقة أو لحد ما العيش يتحمص كويس. حاجة لذيذة قوي وما خدتش مجهود خالص وأحلى من أي حاجة جاهزة. شايفك اللي بتشوف الفيديو ومش بتعمل لايك، وده الشكل النهائي. كده نكون خلصنا. نبدأ ندوق. بصوا الجمال وريحتها في منتهى الروعة. نبدأ ندوق. بسم الله. ندوق بقى السبايسي. بسم الله. واو، حلوة قوي. تحفة تحفة، وقرمشتها جميلة وحاجة في منتهى الجمال وفي منتهى اللذاذة. اشوفكم في فيديو جديد.